بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. بيقولوا إن المسافات وإحنا سايقين على الطريق بيننا وبين عربية تانية ده بيحمينا من حوادث الطريق. وبيقولوا كمان إن المسافات في العلاقات بتحمي أرواحنا من الانكسار، وبتحافظ على كرامتنا من الامتهان. في أوقات كتير بنتعرض لبعض المواقف بنبقى في حيرة، مش عارفين هل اللي قصادي ده بيهزر فعلا وما يقصدش حاجة وحشة ونيته صافية، وأنا اللي حساسة زيادة عن اللزوم، ولا لأ هو فعلا قصده إنه يجرحني ويهين كرامتي. وبنتساءل برضو، طب هو لو عايز يوصل لي حاجة معينة أو ينتقدني أو يقول لي أي شيء سلبي ليه يقوله بالهزار؟ طب ما يجي يواجهني ويكلمني. ولا ده بيكون جبن منه؟ ولا كما يقال أن المزاح نصف الحقيقة، وإنه هو نص كلامه اللي بيقوله بالهزار هو فعلا حقيقة وقصده، سواء كان مدح أو ذم. طيب، بنتفاجئ إن إحنا مش عارفين نتصرف. طب أنا أوقف اللي قدامي ده وأقول له هزارك تقيل، ولو سمحت ما تتكلمش معايا كده أو ما تهزرش معايا بالطريقة دي؟ لأني لو ما وقفتش الباب ده يبقى أنا كده بفتح على نفسي باب إن أي حد ممكن يهني. أو البعض الآخر بيقول أنا لا منزلش للتصرفات الصغيرة دي، أنا أرقى من كده وأعلى من كده، دي تصرفات صغيرة من أشخاص صغيرين، أنا بنسحب بهدوء وشياكة. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن فن المسافات، إزاي نكشف الأقنعة اللي بتبين إنها بتحبنا وبتهزر معانا، ولكن هي تحت القناع ده كره وبغض وتقليل مني. إزاي نتعلم نميز بذكاء ما بين العفوي واللي طالع فعلا عادي من قلبه، ما بين المتعمد منه الإهانة. وإزاي نقرأ لغة العيون زي ما بيقولوا كده، انت عينك بتقول غير اللي انت تقصده. في ناس عندها حكمة وفراسة كبيرة من عينك تعرف انت تقصد ايه. كل التفاصيل دي هنعرفها بإذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذة ندى في برنامجك المتميز قوارير. وكالعادة موضوع من المواضيع اللي نسميه ملغم يعني. بالظبط نسأل الله عز فعلا، وجل يفتح لأن علينا. نتعرض ليه كتير وناس كتير تعرضوا للمواقف دي. فن المسافات يا أستاذة خديجة عشان نحمي كرامتنا وندير العلاقات السامة كما يقال بذكاء. خلينا نتكلم الأول عن إزاي نفرق ما بين الهزار التقيل، هو فعلا ده هزار ولكن هو هزار تقيل شوية، وما بين الإهانة المتعمدة فعلا اللي بتستهدف كرامتنا. طيب، إذا نبغى نتكلم عن موضوع المزاح أو الهزار، لما نيجي لازم نميز إنه اليوم صار عندنا لكل شيء تسميتين. فعندنا اللي هو المزاح بشكل طبيعي جدا، ولا الإهانة المتعمدة. المزاح الطبيعي في الغالب بيكون يعني شيء بسيط ولطيف وما بيتطرق للنقاط الحساسة لدى الشخص، يعني بيراعي نفسيته وإنه الكلام ما يأثر عليه، وإنه إحنا لا يفهم من كلامنا شيء سلبي أبدا يعني. وأول ما في المزاح الطبيعي هذا يظهر الانزعاج مع الشخص هذا، تلاقي الأطراف الآخرين يتوقفوا تماما، يعني يتأسفوا ويوقفوا حالة المزاح اللي قاعدة تدور حاليا. ليش؟ لأنهم حساسين لردة الفعل اللي تبدو من الطرف الآخر. مم. كمان المزاح العادي هو اللي من أجل تلطيف الأجواء والضحك والانبساط مع بعضهم البعض، بدون يعني اللمز والهمز من تحت لتحت يعني. أيوه. فهو ما يعني يضغط على الشخص حتى يشعر أنه هو أقل أو يشعر بالإحراج. مم. في الإهانة المتعمدة باستخدام المزاح نلاقي أن الشخص بيتكلم في مواضيع أو يتطرق لأشياء حساسة جدا من أجل أيوه. استفزاز الطرف الآخر تحت غطاء إيش؟ إن أنا قاعد أمزح معك. كيف يقول أنا أمزح معك؟ من يوم ما يشوف ردة فعله فهو يتدارك الموقف. هو متقصد أساسا بس يسوي نفسه أنه هو متدارك للموقف. فإيش مم. بيقول؟ أنا كنت جالس أمزح معك، يعني لا ايوه انا تكبر الموضوع. بهزر، انت ليه نكدي، انت بتحبش الهزار ليه يعني كده؟
في الغالب هذا النوع من المزاح كمان بيصير في الغالب أمام الناس، ما بيكون الشخص مع الثاني أيوه، لوحدهم ولا في أيوه، نحن جالسين لوحدنا. في الغالب أمام الناس. ليش؟ لأنه هم يبغوا يظهروا إنه هو شخص هش وإنه ضعيف وإنه ما بيتحمل المزاح وإنه مو قد الكلام وإنه حساس إمم، زيادة عن اللزوم. فهو بالضبط، المقصود فيه تقليل من شأن هذا الشخص. كمان بيتعرضوا في الغالب في هذا النوع من المزاح لمشاعر هذا الشخص، استفزازه من خلال المس في أماكن شعورية لدى هذا الشخص عشان يخرج عن طوره، فيقولوا عليه ما يتحمل المزاح، هو إنسان أساسا عصبي، هو بالضبط. إنسان أو ما عندوش نكدي ثقة يعني. في نفسه ويطلّعه أسوأ بكتير، أنا ما كنتش فاكرك كده، ده أنا غلطان إن أنا هزّرت معاك، ويقلب الترابيزة عليه إن هو اللي يزعل. صحيح. ولما يصير هذا الشيء في الوضع الطبيعي اللي هو ما في أي نوايا سيئة، بتلاقي إنه الشخص اللي بادر بالمزحة هذه يعتذر يعني ويقول أنا آسف والله أنا ما كان قصدي، المعذرة منك. هنا إظهار حسن النوايا مهم جدا يعني. أما الشخص الثاني فبيقول إيش، أنت قاعد تبالغ في ردة فعلك وما في داعي لتكبير المواضيع وعادي إحنا كنا بنمزح، وشوف فلان لما مزحت معاه بنفس المزحة ما زعل. فيبدأ الإنسان يشك في نفسه هو، يعني إنه أوه شكلي أنا اللي حساس وجالس أكبر المواضيع بالضبط. وجالس أبالغ في ردة الفعل، إمم. فيدخل في دائرة سيئة جدا يعني. بالتأكيد. طيب أستاذة خديجة، أكيد في علامات نفسية تخلّيني أتأكد وأعرف إن الطرف الآخر ده هو متعمد التقليل من شأني، في علامات تدل من تصرفاته هو، مش مجرد الكلام فقط، لأ، في تصرفات أنا ممكن أعرف منها من صفاته، بعض تصرفاته إنه نوايا سيئة مش صافية، هو قصده الإهانة لكرامتي. طيب، أبرز الأشياء لو تلاحظي تحدث متى؟ تحدث أمام الناس. فالشخص هذا في الغالب أمام الناس يظهر الاحترام والتقدير للطرف الآخر، لكن لما يكونوا لوحدهم يتعمد إنه مثلا يهين ويقلل من قدره. فالطرف هو اللي يمزح معاه يبدأ يشك إيش المشكلة، يعني قدام الناس كذا وأنا لحالي، معناها إنه أنا عندي بالفعل مشكلة. لأنه بهذا الأسلوب إيش قاعد يسوي؟ قاعد يسوي له حالة من الإرباك النفسي، يعني يبدأ يشك في نفسه بالفعل يعني. فحتى لما يجي يمزح معاه أمام الناس ويسبب في أذيته النفسية، يبدأ الطرف الثاني يشك في نفسه، يمكن مو قصده، يمكن كذا يمكن كذا. ليش؟ لأنه دخل في مرحلة إنه هو بدأ يشك في نفسه في هذا الجانب. كمان نلاحظ إنه هذول الناس في الغالب إيش يسووا؟ باسم المزاح يستخدموا عملية السخرية المستمرة، التقليل إمم، من الشأن، إمم. التقليل من الجهد، التقليل من الإنجازات كله. أيوه، عادي، إيش أيوه. المشكلة؟ كل الناس تسوي، أنت ليش مكبر نجاحك هذا كله؟ أنت شايف نفسك. أو على شكل يعني نكتة لطيفة يجيبوها، بس إيش، نكتة مغلفة من أجل السخرية إمم. والتقليل النجاح الشخص الآخر. ممكن بعض الأحيان يقولوا له ترى الظروف هي اللي ساعدتك وفلان اللي ساعدك والحظ جاء معاك، يعني أنت لا تسوي نفسك إنه أنت يعني مرة شاطر في الموضوع هذا كله. فالتقليل شايفها، والسخرية المغلفة هذه إمم، كلها، إمم. والمقارنة بالناس التانيين أو بالجهد والاستنقاص، هذا كله يخلي الشخص يعني يصاب بالإرباك. يعني كيف يبغى يرد عليه أساسا؟ هذا الأسلوب لما يتم ممارسته، الشخص المتأذي من القصة هذه كلها ما عنده طريقة للرد على هذا السلوك أو على هذا التصرف، لأنه ما هو إمم. فاهم إيش قاعد يصير. لأنه كله تحت مسمى إيش، أنت مكبر الموضوع، نحن قاعدين نمزح معك وقاعدين نلعب معك وما في بالضبط. أي شيء يعني. فبدأ الإنسان يدور حوالين نفسه، يمكن أنا اللي هل يا مبالغ، أستاذة يمكن خديجة أنا. إن الشخص ده بيكون من ضمن صفاته معروف عنه في الأوساط إنه شخص خبيث ما بين قوسين، إنه شخص غيور، إنه شخص ما بيحبش الخير، مش هاقول لحد تمامًا، ولكن ما بيحبش الخير للشخصية دي عامةً بشكل خاص يعني، هل دي من ضمن صفاته؟ شوفي، من أبرز الصفات الشخص هذا كله المغلفة، اللي هو بتلاقيه عنده يعني كذا إحساس بالغيرة، إمم. إنه الشخص اللي أمامه هذا أفضل منه. فبالتالي كيف ينزلوا من هذا الشعور كله؟ إنه يقلل من قدره باستخدام
اللي هو المزح بهذه الكيفية. فبالتالي الغيرة هي المحرك. ليش؟ لأنه الغيرة تخلي الإنسان يشعر أنه هو ما هو موجود وأنه غير مرئي. طيب أنا كيف أخلي نفسي أن أنا مرئي أمام الناس؟ أني أنا أقلل من نجاحات وصفات وإنجازات من هو أمامي حتى نكون إيش متساويين، فيظهر الطرف الآخر أنه هو حساس تجاه الأمور. فدائما تلاقي الشخص اللي يسوي هذه الأشياء بدافع المزح عنده جزء الغيرة. طبعا الغيرة لما يأتي معها الحسد، يأتي معها اللي هو أيوة خذي كل أيوة الأشياء السلبية تأتي مغلفة بهذا الشكل. بالظبط بالتأكيد. طيب احنا دلوقتي ما بين رأيين. رأي بيقول ان انا لا، هو الصمت قوة، انا لما الاقيه بيعمل كده وبيقلل مني ومن كرامتي يبقى الصمت فيه هنا قوة. وبعض الناس بيقولوا لا، الصمت بيكون ضعف ولابد ان هو يتطلب رد حاسم. امتى يكون الصمت قوة على الإهانة دي، وامتى يكون ضعف بيتطلب رد حاسم؟ في بيت شعر حلو إيش يقول: وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف. مم. فاليوم لما نيجي نقول الرد أفضل ولا السكوت أفضل، الناس بالغالب تميل إلى إيش؟ تجاهل هذا السلوك والسكوت عنه، مم. ويعتقدوا إنه كده هم يعني قفلوا على الموضوع وسكتوا عنه. لكن هم مو عارفين إنه هنا بعض الأحيان السكوت قد يخلي الشخص هذا يتمادى في سلوكياته، ليس معك إنما مع الآخرين، وقد تطور الموضوع إلى إنه يستخدم مواضيع معينة أو سلوكيات معينة تحت مسمى المزح. فهنا السكوت مرفوض لأنه هنا ضعف. متى يكون الصمت هنا قوة؟ لما أعرف تماما أن الشخص اللي قدامي هذا يبغى يستفزني أمام الناس فيظهر أسوأ ما فيه، حتى يقولوا الناس، حتى يقول لهم للناس شفتوا أنا إيش قلت لكم عنه إنه هو حساس. أيوة هنا أيوة، الصمت يا يكون الله شيء يا جيد، الله أنا على فهمت الشخصية. الشخص اللي قدامي. مم. عرفتي؟ مم. لما أعرف تماما أنه أنا الآن إذا رديت راح يصير الوضع أسوأ، فالناس اللي ما تعرفني راح تحكم علي أنا والشخص المستفز هذا نفس الشيء. مم. هنا لازم أنا أسكت. ليش؟ لأنه حتى لا نظهر أمام الناس كلنا نحن كلنا حمقى. فهنا أنا قاعدة أحافظ بالفعل على كرامتي من خلال السكوت، ومن خلال إني أنا ما أظهر أسوأ، أو حتى كما يقال عني إن أنا أظهر أسوأ ما فيها. فهنا مم. قوة طبعا يعني، ويحتاج ضبط الأعصاب. طيب مم. متى يكون السكوت هنا ضعف؟ السكوت ضعف. ضعف لما يكون السلوك ده متكرر وأنا دائما أسكت عنه ومستمر بالتجاوز عنه، فأنا مم. قاعدة أعطي إذن للطرف الآخر بالاستمرار في هذه التصرفات بالظبط والسلوكيات بدون ما أنا أوقفه عند حده، لأنه خلاص بالظبط. هو من أمن العقوبة أساء أساء الأدب الأدب يعني. لما بالتأكيد. أتعامل متى يكون ضعف كمان؟ لما أعرف تماما إن اللي قدامي هذا راح يفسر سلوكي إنه هو عجز أو خوف. هنا لازم ما أسكت، أوريه إن أنا لن أخجل من وجود الناس في مواجهته، ولن أبقي على العشرة، ولن يعني أخاف من نتائج ما سوف أقوم به. فهنا لازم أنا أرد عشان بس أكسر حاجز الخوف اللي أنا بالظبط. رابطني، أو الذي يظن الطرف الآخر إنه هو مم. حيمنعني من هذا السلوك. كمان متى يكون تمام. ضعف؟ لما أنا مم. داخليا أشعر بالإهانة والقهر والغضب. طب كيف؟ ليش أسكت؟ أنا أساسا لو سكت معناها أن أنا بعد ما ينفض المجلس هذا راح مم. أجلس آكل في نفسي. طب ما في داعي، إذا أتكلم أفضل بكثير من إني أنا أكون مم. التقطت العدوى في السلوك السيء هذا وأخذته معايا للبيت. لأنه في النتيجة السلوك هذا كله المستفز هو من أجل أن أنا أجلس في حالة نفسية سيئة، فأنا ما أنول الشخص الآخر مراده وأهدافه. فبالتالي لازم أبدأ تمام. أتكلم، ما تمام. أستخدم إنه أنا خليني أنا الكبيرة، مم. خليني أنا العاقلة، خليني أكون أحسن منه أسكت. لا، أنت كبير وعاقل وأحسن منه ورد، ما في مشكلة يعني. بالظبط. نسبة وتناسب، لا تلجأ للصمت لأنه بعض الأحيان يكون إظهار للضعف والعجز. مم. طيب دلوقتي اتعرض أو تعرضت لكلمات جارحة وعايزين نرد، ولكن احنا ناس مؤدبة ومتربية وعارفين ديننا كويس. ازاي ارد على الكلمات الجارحة ولكن بأسلوب راقي ومحترم يحفظ هيبتي بدون الانحدار لمستوى الإساءة اللي أنا تعرضت ليها؟ بالمعنى كده أنا مش هنزل لمستواك، بس أنا لازم أخد حقي. أخده ازاي؟ تعرفي يا أستاذة ندى، نحن عندنا إشكالية
إنه أنا ما أبغى أنزل من هذا المستوى للمستوى أقل منك، مش حنزل لك من هنا لهنا، مش هعمل كذا. الكلام ده يعني مثالي زيادة عن اللزوم. في الواقع مم. الإنسان اللي عارف مستواه فين ما يضر لو نزل كم درجة كده لمستوى الشخص ياخد المسيء حقه ويطلع. ووراه شغله، أيوة، وبعدين يطلع. كان خلاص هي دي منتشر قوي الفكرة. الايام السابقه يا استاذه خديجه، بيتكلموا عن ان القافله تسير والكلاب تعوي، فطلع فئه كبيره من الناس قالوا لا، القافله تسير والكلاب بتاعي، انا هوقف القافله وهنزل اديك على دماغك واخد حقي ومشي القافله تاني، مفيش مشكله، انا ليه اسيبك تعوي أيوة، عليا؟ أيوة. هو هذا طبعا إيش يعني، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله سبحانه وتعالى يعني يحب المؤمن القوي. يعني الإنسان لما يهان ويقلل من قدره، السكوت هو علامة الضعف. زي ما احنا نقول بعض الأحيان، مو يقول السكوت علامة الرضا، لا، بعض الأحيان السكوت هو علامة الضعف وقلة امم. الحيلة امم. والعجز والإهانة والشعور بكل السلوكيات السيئة. طب أنا كيف أرد؟ هنا يعتمد الكلمات والمفردات التي سوف أستخدمها في الرد على هذا الطرف. هنا الفرق. امم. أنا أقدر أرد على هذا الشخص بدون ما أنزل لهذا المستوى رد قوي جدا وعنيف جدا، وأنا امم. ما كنت سويت ولا شيء ولا علي ولا سيئة. بمعنى إيش؟ مثلا الإنسان لما يستفز طرف آخر بكلام سيء، هنا لازم يقول له إلزم مثلا أدبك واحترامك، أنا ما أسمح لك بهذا الشيء. تخيل كلمات ايوه. زي هذه مؤدبة جدا، لكن لما امم. تقال على الملأ من الناس هي توحي إنه أنا ماسك نفسي، إن أنا ما أقول كلام سيء، فبالتالي قاعد أحفظ لساني من الكلمات السيئة. أو التجاهل، أنا ما راح أكمل معك الكلام والحوار السخيف هذا إلين تعرف أنت كيف تتكلم مثلا. هذه كلمات مؤثرة جدا. يعني ليش؟ ممكن الواحد يقول طب هو ما راح يحس، لا، لأنه هو راح يحس. هو يبغاك تتلفظ بألفاظ سوقية وسيئة في مستواه، أنت لا تنزل هذا المستوى. امم. استخدم ألفاظك الراقية لكن اجلده من خلالها. فهذا الأسلوب في الرد القوي من خلال الأدب فيه هو قوة بحد ذاته. مو بالضرورة يعني واحد يشتم الثاني يشتم خلاص صرنا يعني احنا ما شاء الله امم. أخويا، لا لا لا. امم. بعض الأحيان لما واحد يشتم الثاني يعني يقول له إن شاء الله يعني السكوت عنك أساسا أفضل، أو علاج الجاهل التجاهل. كلمات قوية جدا لكن بسيطة واذا الألفاظ. خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فاحنا قالوا سلام. بنعتبر جهله، انتوا جهله بالنسبه لنا. أيوه زي كده مثلًا. امم. وكمان مو بس الكلمات المهمة، إنما نبرة الصوت مهمة. كل ما يكون ما في ارتفاع للصوت معناها إن أنا قاعدة أقول له أنت ما تسوى ولا شيء، يعني إني أنا أرفع صوتي من أجلك. ليش؟ لأنه خفض الصوت دليل على الثقة في النفس يعني، وإنه أنا الكلام ده كله اللي أنت بتسويه ما أثّر فيّا ولا حتى يحرك فيني الشعرة أبدًا، فبالتالي حاتكلم في رتم معين جدًا من الصوت المنخفض. الناس تفهم بعض الأحيان إنه أنا لازم أرد، لازم أرفع صوتي وأصيح ومش عارفة عشان الطرف الآخر يفهمني، لا، أساسا رفع الصوت دليل إنه أنت قاعد تشعر إنه الآخر لا يسمعك. امم. إذا أنت خفضت صوتك أنت عارف إنه الصوت الهادئ ده كله هو قاعد يعني يعمل عمله، لأنه قاعد يعطي رسالة إنه للشخص الآخر إنه أنت ولا تسوى شيء حتى إن أنا أرفع صوتي من أجلك. فهنا لازم يعرف الشخص إنه الكلمات ونبرة الصوت هي اللي تعطي وضع معين أو إعادة الموضوع كله حالة الاتزان، وإن الأمور كلها تكون في يدي وليس في طرف أو في يد الشخص امم. المستفز تحت مسمى المزاح أو الهزار. بالتأكيد. ما زال معانا محاور مهمة جدا. طيب ازاي احط الحدود الحمراء دي والخطوط الحمراء، خصوصا مع ناس انا ما اقدرش اقطع علاقتي بيهم، في علاقة رحم، في قرابة، في كل يوم بشوفها او بشوفه في الشغل. امتى اخد قرار الانسحاب التام؟ كتير من التفاصيل هنعرفها مع حضرتك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، ولكن الآن لا يسعني إلا أني أشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش، على وجودك معانا، شرفتينا وأفدتينا كتير. لازم نفتكر كويس جدا، احنا اللي بندي للآخرين كتالوج التعامل معانا، يحترمونا ولا يمتهنونا ويهينوا من كرامتنا. احنا اللي بنعرفهم ان كانوا يتجاوزوا معانا ولا لا، ليهم حدود. كون ان انت قلبك طيب او انت قلبك طيب، ده مش معناه انك تقبلي التجاوز في حق نفسك او في حق كرامتك. وده في بعض الاوقات ان بيخلي الناس تقنعك او تقنعك ان كرامتك لا، من قصير عشان انت حساس، انت حساسه زياده عن اللزوم. لا،
أن كرامتي ملهاش علاقة بالحساسية المفرطة اللي انت بتظنها وعايز تهين كرامتي. اللي بيحبك بيخلي عنده رقي واحترام، وما بيخليش ان في مواقف بينه وبينك تحصل تستوجب الاعتذار. لازم ناخد بالنا من النهاردة من المسافات ما بيننا وبين الآخرين عشان نحفظ كرامتنا ونحط حدود للآخرين في التعامل معنا. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.